عارفينه دلوقتي. وبدأت فعلا أدرس الموضوع بشكل جدي، إن أنا أقدر أوصل إزاي أقدر أستخدم ال AI دوت بأفضل طريقة أو بأسهل طريقة ممكنة تتوفر لينا كلنا، ويقدر يغير شكل الشغل دلوقتي. فكان التوبيك بقى بتاع الصور دوت من التوبكس الكبيرة اللي أنا كنت بصيت عليها. طبعا أنا في الأول بس أحب أرحب بالناس اللي موجودة كلكم اللي موجودين معايا، وكنت بس عايز أسأل سؤال. هل في حد من اللي موجودين معايا ما استخدمش مثلا شات جي بي تي او اي بلاتفورم ان هو يولد صور؟ يعني حد هنا موجود معانا اول مرة يطلع صورة باستخدام الاي اي؟ لو في حد اول مرة يطلع صورة من استخدام الاي اي، ممكن لا يفتح المايك او حتى كمان او ممكن يبعت على الشات. ده شيء جميل جدا. ده شيء جميل جدا. زي ما انا كنت متوقع، معظم الناس دلوقتي استخدمت اكيد الاي اي على الاقل مره واحده عشان تجنريت صور. لكن الفكره دايما زي حتى كمان ما انا بص عندي في الشات، ان هو الناس بعد ما بتستخدم الكلام دوت، النتيجه اللي بتوصل لها ما بتبقاش افضل نتيجه. ما بتبقاش النتيجه اللي هي عايزينهم جوه، يعني اللي هم بيفكروا فيها. يعني انا بقابل ناس كتير مثلا عايزه تطلع صوره بشكل معين او تكوين صوره بشكل معين، لكن مش الصوره ديت هي اللي بتطلع لهم باستخدام الاي اي. يا دوبك لو هو بيطلع لهم حاجات بشكل بسيط جدا. ودي كانت المشكله اللي انا قابلتها. وفعلا انا كنت افتكر ان انا اول مره حاولت استخدم الاي اي ان انا اجنريت بيه صوره، النتيجه اللي انا وصلت لها ما كانتش افضل حاجه. وده اللي خلاني ابدا ادرس الموضوع بشكل اكبر، وابدا اشوف هو ليه ده بيحصل، او ليه ان الاي اي ما بينفذش اللي موجود جوه دماغي. بعد كده اكتشفت كام نقطة. دي عيب ما كان موجود عندنا. اكتشفت ان انا ما بكلمش الاي اي او ما ببعتش للاي اي كل التفاصيل اللي انا عايزها. فين هو الامر، فين هي الاوامر اللي انا ببعتها له؟ ما ببعتهالوش بشكل سليم. الامر اللي انا بكتبه له او اللي هم بيسموه اللي هي البروميت، اللي انا ببعته عشان اوصل للصورة اللي انا عايزها، ما بيتكتبش بشكل صح. ما بكتبش الامر، اللي ما بحطش التفاصيل بتاعتي بشكل مظبوط. وهنا ابتديت ادور اكتر على دليل، او على حاجة تقدر تاخدني من ان انا شخص مبتدئ لحد لما انا اوصل ان انا ابقى شخص محترف في الموضوع ده. وبرضه لقيت تاني مشكلة عندي، ما لقيتش دليل عملي، ما لقيتش خطوات عملية اقدر امشي عليها عشان اقدر في الاخر اطلع صورة موجودة بشكل احترافي، او اقدر اوصف اللي موجود عندي. فبعد اجتهاد شوية كده معايا يعني، بدأت احاول اجمع المعلومات اللي انا عرفتها في اللي انا اقدر اطلع مصطلح جديد، او اللي انا اقدر احط نقط جديدة. النقط ديت انا ابدأ استخدمها عشان اقدر اوصف الصورة اللي انا عايز اوصل لها. طيب، لقيت نفسي في الاخر انا ممكن يكون عندي 7 مبادئ. ال7 مبادئ دولت يبقوا دايما موجودين في ذهني، يبقوا دايما يعني حاضرين في اللي انا لما ابدا اكلم الاي اي، او اللي انا ابدا اطلب الصوره من الاي اي تظهر الصوره بالشكل اللي انا موجود فيه. كان اول والمصطلح كان اسمه سيلف ادز، او ال7 عناصر دولت اللي هو الموضوع. اللي هو اول حاجه انا بطلبها، انا لازم اقول للاي اي الحاجه اللي انا عايزها، او يعني الشخصيه، او مين اللي هو البطل اللي موجود عندي في الصوره. فمثلا لو انا عايز اطلع صوره مثلا، صوره مثلا ولد، فلازم اقول له، ما اقولش للاي اي هات لي صوره وخلاص. يعني ما ادلوش المعلومه اللي جوه عندي بشكل مش واضح. لازم اديله التفاصيل على قد ما اقدر. يلا بينا نخش بقى في الموضوع. اول مبدأ موجود عندنا هو مبدأ السبجكت، او مبدأ الموضوع ذات نفسه. يبقى انا كده عرفت ان اول نقطه لازم اوصفها للاي اي الموضوع اللي انا عايزه ذات نفسه. تاني مبدأ
انا برضو ابتديت امشي عليه وابتديت استخدمه، هو مبدأ البيئة. يعني بمعنى ايه؟ لو انا مثلا عايز صورة ولد، ما اقولوش طلع لي صورة ولد وخلاص واسكت. ما انا هو كده الاي اي او الاداة اللي انا بستخدمها عشان اجنريت بيها الصورة، مش هتجنريت لي ولد في اي شكل او في اي بيئة. هو مش عارف انا محتاج ايه بالظبط. فتاني مبدأ ابتديت اشتغل عليه، يبقى انا لما اجي افكر في صورة او ابتدي اكتب امر، باول حاجة بحط له السبجكت او الموضوع الاساسي، اللي هو مثلا زي ما احنا بنتكلم مثلا احنا محتاجين شخص في الصورة. وتاني حاجة بوصف له البيئة اللي هي موجودة. وهنا كان الجزئية اللي هي ليها علاقة بالبيئة، أنا بوصف الصورة اللي أنا عايزها تطلع من خيالي. يعني مثلا لو أنا محتاج ولد في مدرسة، يبقى أنا ممكن أخش أوصف المدرسة ديت فيها إيه. يعني مثلا لو أنا مثلا ولد قاعد في فصل في مدرسة، ويكون مثلا شكل الدكة مثلا شكل دكة قديم موجودة في كذا، كل ما اديته تفاصيل أكتر على اللي أنا محتاجه، كل ما الاي اي قدر يرد عليا بشكل او بالصورة اللي انا عاوزها، ما يردش عليا بشكل عشوائي. طيب، كان تالت حاجة أنا لقيتها بتساعدني جدا لما أجي أكون الصورة، أو اللي أنا أبني الصورة اللي هي موجودة عندي، هي الإضاءة بتاعت الصورة. لو أنا لما أجي يعني لو تشوف مثلا الحتة بتاعت الإضاءة ديت، كل مشهد أو كل صورة أنا بقدر أجي أولدها باستخدام ال AI. كل كلمة إضاءة أنا ممكن أضيفها له، الإضاءة ديت هتبدأ تودي الصورة بتاعتي في حتة تانية. الصورة في الأول وفي الآخر، يعني أنت أي صورة أنت بتنتجها باستخدام ال AI، الصورة العشوائية ما بيبقاش لها قيمة. لو أنت عايز تنتج صورة احترافية، فأنت أكيد عارف إن الصورة اللي أنت بتطلعها ديت لإلا بتحكي قصة أو بتحكي مشهد موجود جوه دماغك ذات نفسه. فاستخدامك لنوع الإضاءة ذات نفسه هيفرق معاك بنسبة كبيرة جدا. الإضاءة عامة بتتحكم في الإيه في الظل، في الشكل، في الإحساس اللي بتولده الصورة ذات نفسه اللي أنت بتطلعها. طيب انا لسه واحد ما اعرفش، يعني انا كنت حتى لما جيت ابتديت الاول اتعرضت للحته بتاعت الاضاءه ديت، انا ما اعرفش ايه الكلام اللي قدامي. يعني ايه مثلا، يعني دلوقتي لو نزلنا تحت هتلاقي يعني ايه مثلا اضاءه سينمائيه، يعني ايه اضاءه دراميه، ايه الفرق فيهم. باذن الله احنا هنبعت لكم الرابط دوت عندكم على الجروب يعني. لو انت جيت هنا ضغطت على كلمه اضاءه سينمائيه، هتلاقي اوتوماتيك فتح لك موقع اسمه بنترست. الموقع ده جميل جدا. الموقع ده مرفوع عليه آلاف الصور اللي موجودة. الفكرة انك لما بتديله كيورد او كلمات انت بتبدأ تبص عليها، بيبدأ يجيب لك الكلمة ديت شكلها عامل ازاي في الصور. فانت لو ضغطنا مثلا على كلمة إضاءة سينمائية عندنا، هنلاقي ان الصور اللي طلع فيها النوع ده من الإضاءة اللي احنا شايفينه قدامنا. يبقى انا لما احب اضيف النوع الإضاءة يبقى إضاءة سينمائية، يبقى انا ابدأ استخدم في البرومت بتاعي الكلمة ديت، فيلم لايتنج. طيب انا لو قلنا مثلا إضاءة طبيعية، ضغطت عليها برضو، هنلاقيه بدأ هنا يستخدم الإضاءة الطبيعية. يبقى أنا نوع الإضاءة لما أنا باجي بحددها وأنا بكون المشهد بتاع الصورة بيفرق معايا جدا. ودي كان أول أو تالت مبدأ أنا ببدأ أستخدمه لما أجي بنشئ صورة. يبقى أنا كده لو رجعت تاني معايا كده قبل ما نكمل في الحتة بتاعت الإضاءة، يبقى أنا لما باجي أفكر في الصورة، أول ثلاث عناصر ببدأ أفكر فيهم، او تكوين الصوره اللي انا عايز الاي اي يكونها لي. اول حاجه بفكر في الموضوع او البطل بتاع الصوره ذات نفسه، اللي هو مثلا عايز اعمل ولد، عايز اعمل بنت، عايز اعمل مثلا صوره حيوان، عايز اعمل كذا. دي اهم حاجه ببدا اوصفها للاي اي. تاني مبدا بستخدمه هو مبدا البيئه، اللي هي الانفايرمنت، البيئه اللي انا عايز احط فيها العنصر بتاعي. لو انا عايز ولد في المدرسه، ولد في الشارع، ولد في استوديو، دي لازم برضو ان انا ابدا اضيفها. تالت عنصر انا لازم احطه عندي في البرومت او في الامر اللي انا بديه للاي اي، موضوع الاضاءه. وان انا لما جيت هنا لو ضغطت على الاضاءه هتلاقيني فعلا كاتب لك هنا اكتر من نوع من انواع الاضاءه، وتبدا تقدر تشوف الانواع بتاعت الاضاءه وتاثيرها على شكل الصوره. يعني مثلا دي اضاءه محوريه بالشكل دوت. في عندك تاني الاضاءه بتاعت اللي هي الاضاءه الضبابيه.
اللي هي تلاقي الصورة ذات نفسها فيها روح الضباب ذات نفسه، اللي هي مثلا أو اكتر حاجة بتوضحها اللي هي الاشكال اللي فيها دخان او فيها ضباب بالشكل ده. يبقى انا عن طريق معرفتي للكي وورد ديت اقدر ابدا اتحكم في نوع الاضاءة اللي انا عايز اوصف بيه للاي اي ذات نفسه البرومت بتاعي. طيب، خلينا بعد ما شفنا انواع الاضاءة اللي هي موجودة عندنا ديت، خلينا نبدا نشوف مثلا الصورة اللي قدامنا ديت. ممكن كده يعني ده تمرين بسيط احنا ممكن نبص عليه مع بعض. ممكن من الصورة اللي ظاهرة قدامنا ديت ممكن تتوقعوا الإضاءة المستخدمة هنا في الصورة ايه هي؟ في حد بيقول طبيعية؟ هي دي الثلاث او الاربع اختيارات اللي هي موجودة. هي في حد بيقول ضبيبية؟ طيب، سينمائية او درامية؟ طيب، درامية. خلينا نجرب، يعني خلينا حتى اماميه مركزيه. بصوا بقى، انتوا الناس اللي هي ردت بالتفصيل ديت هتلاقي ان الناس ديت موجوده عندنا هنا نوعين. هتلاقي ان في ناس، انا متاكد يعني باذن الله، يعني هتلاقي ان هم خريجين مثلا كليات او قروا في الاجزاء اللي ليها علاقه بالتصوير، او هم عندهم خبره في التصوير. طبعا انا احب اقول الناس اللي عندها خبره في التصوير او عندها خبره اصلا في تكوين المشاهد هيبقى بالنسبه لها كتابه البرومت ذات نفسه حاجه بسيطه جدا. ان هو كل اللي هو هيعمله ان هو لما هيجي ينشئ الصورة للاي اي هيبدأ يقدر يلعب بشكل الاضاءة او يلعب بنوع الاضاءة اللي هو عايزها في الصورة. ففعلا هتلاقيهم ان هم قادرين ان هم يحددوا، يعني يبصوا للصورة فيقدروا يحددوا هو ايه الاضاءة اللي موجودة هنا، او المشهد اللي موجود قدامهم ده متاخد من اي زاوية كاميرا. وده اللي احنا هنعرفه بعدين. فدول فعلا هيبقى عندهم فرصة كبيرة ان هم يوصفوا النوع الاضاءة بشكل ايه دقيق جدا. انا بقول ان هي مثلا، تعالوا نجرب مثلا سينمائيه، هنلاقي فعلا ان الاضاءه اللي موجوده هنا سينمائيه. طيب، الصوره ديت اللي هي مظلمه شويه او واخده الشكل الدرامي دي ممكن الاضاءه فيها تبقى ايه؟ تمام، تبقى دراميه، مظبوط. ده الصوره ديت. تمام. طيب، والصوره الاخيره ديت؟ تمام، ضبابيه. ممتاز جدا. يبقى انا هنا عرفت ان تالت مبدأ انا ابتدائي نستخدمه عندي هو مبدأ الإضاءة. يبقى انت معرفتك لانواع الإضاءة اللي هي موجودة ديت، وكل نوع إضاءة منه تأثيره عندك على الصورة او على تكوين الصورة ذات نفسه، يعني عامل معاك ازاي، هتبدأ تستخدم الكيورد ديت في البرومت بتاعك. طبعا انا برضو عايز اقول ان برضو احنا هنا بنحط المايند سيت بتاعك وانت بتكتب الامر ذات نفسه. فانت ممكن ما تبقاش عارف المصطلح دوت، بس انت اكيد متخيل شكل الصورة اللي عايز الاي اي يعملها لك. فانت خلي بالك انك انت حتى لو مش عارف المصطلح دوت ممكن تكتب للاي اي مثلا تقول له والله انا عايز الصورة اللي انت تطلعها تبقى الاضاءة بتاعتها اضاءة مثلا طبيعية الصبح، اضاءة طبيعية بالليل، اضاءة مثلا قبل الغروب. فانت ممكن توصف برضو يعني انت مش لازم تقول له الكلمة بالظبط، انت ممكن توصف كلمة شبيهة للي انت عايزه فهيطلع لك نفس النتيجة. طيب، تعالوا نبص على المبدأ اللي بعديه. طيب، في حد بيسأل على على اول وتاني مبدأ. انا هقولهم تاني دلوقتي بشكل سريع. زي ما احنا يعني عشان ده شكله داخل متأخر. يبقى انا قلنا ان عشان اقدر اكتب برومت بشكل احترافي انا عندي 7 مبادئ بحاول امشي عليهم عشان اقدر اوصف البرومت اللي انا عايزه. قلت لكم ان اول مبدأ هو مبدأ السبجكت او الموضوع او البطل اللي انا عايزه في تكوين المشهد بتاعي او الصورة بتاعتي. تاني مبدأ قلت ان هو موجود عندي هو مبدأ البيئة او الانفايرمنت، اللي هو هيبدأ يوصف البطل بتاعي دوت موجود فين او حواليه ايه. تالت مبدأ هو مبدأ الإضاءة، وشفنا انواع الإضاءة وابتديت برضه اقول لكم ان انك انت تقدر تخش على كل نوع من انواع الإضاءة ديت تبدأ تشوف الصور اللي فيها المبادئ بتاعت الإضاءة دي. فده خلاص دوت اول 3 مبادئ. طب ايه المبدأ الرابع؟
مبدأ الفريمنج او زاوية الكاميرا. انا عايز اقول لكم ان الحتة بتاعت زوايا التصوير ديت يعني تودي الصور بتاعتك في حتة تانية. يعني كل كلمة او كل حتة في زاوية التصوير، انا عايزكم تركزوا معايا جدا في المبدأ بتاع الفريمنج او زوايا التصوير ديت، ان ده فعلا هيفرق معاك جدا وانت بتكون الصورة اللي الاي اي هيعملها. هنبص عليه من هنا، هنلاقي ان زوايا التصوير انا حاولت على قد ما اقدر ان انا الم لكم المصطلحات اللي ممكن تساعدك وانت بتجيب انواع اللقطات بتاعتك ذات نفسك. هنلاقي ان اول مبدأ دولت، اول مبدأ عندك اللي هو مبدأ انك انت بتقول للاي اي انا عايز الصورة اللي تطلعها لي تبقى قريب جدا من التفاصيل بتاعتك. دي ممكن تقول له مثلا اكسترا كلوز اب. اكسترا كلوز اب هتلاقيه مسك الشخص، او انت لو انت بتقول له طلع لي شخص او طلع لي حيوان او طلع لي اي حاجه وقرب الكاميرا جدا منها. ممكن تقول له لا انا عايز صوره قريبه، مش انا عايزها قريبه بس مش عايزك تزوم لي قوي. فانت تكتفي بس انك انت قول له ان انا والله عايزها كلوز اب، هتلاقيه رفع الصوره شويه. طب قول له انا عايز صوره مثلا والله متوسطه، يعني هي قريبه بس عايزك تبدا تبعد لي شويه عن الوش بتاع الشخص او الكلام دوت. ابتديت بعد كده تبعد عن الكاميرا. طب لو هقول له انا عايز صوره تبقى تظهر نص الشخص، حاجه اسمها ميديم شوت. طب انا عايز ميديم شوت لونج. هتلاقي كل واحده واحده كل مصطلح منهم زي ما احنا شايفين هنا اثر في تكوين الصوره اللي موجوده قدام. يعني البرومت اللي احنا كاتبينه هنا هو شخص، برومت شخص واقف مثلا في مرسى بتاع سفينه. بس مع استخدام كل مصطلح من دول بدأ تكوين المشهد والصوره اللي بتطلع لك من الاي اي مختلفه نهائيا عن الشكل اللي انت عايزه. برضو لو نزلت تحت هنا هتلاقي شارح كل مبدأ من دولت او كل كيورد موجودة عندك، وكل كيورد منهم ذات نفسها موجودة بشكل منفصل وتقدر تخش عليها. تبدأ برضو يدخلك على اهو زي ما احنا شفنا. لقينا مثلا هنا لما كنت قلت له الاكسترا كلوز اب بالنسبة في البنترست اللي هو الموقع بتاع الصور اللي احنا لسه قايلين عليه، هتلاقي بص شكل الصور بقى عامل ازاي. بيطلع لك شكل صور ظاهر فيها التفاصيل جدا بتاعت الوش. تعالوا مثلا ناخد مثلا حاجة تانية مثلا زي ميديم شوت مثلا. هتلاقي هنا لا، هنا بدأ الشوت ذات نفسه او الشكل بتاع تكوين الصورة ذات نفسه يظهر بالشكل ده. الجزء من البني آدم او جزء من الشخص من تكوينك للمشهد بقى ظاهر قدامك. طبعا انا مش عايز اقول ان التغذية البصرية وانك انت تفضل تخش تشوف كل مصطلح موجود من هنا معناه ايه بالظبط، وكل مصطلح من دول بيبدأ يغير عندك في المشهد ازاي. ده شيء مهم جدا. ان خلي بالكم برضو ان الاي اي بيعتمد دايما على فكرة التجربة. يعني انت لما بتيجي تقول له والله طلع لي مشهد بالشكل الفلاني دوت، كل كلمة من دولت هتلاقيه طلع لك صورة بشكل معين. طيب تعالوا كده برضو سريعا. دي مثلا الصورة ديت مثلا، اللقطة اللي قدامكم ديت شايفينها متوقعين ان هي لقطة ايه مثلا؟ الكاميرا هنا قريبة جدا ولا قريبة بس ولا كاميرا واسعة؟ رهيبة. قريبة. تمام مظبوط. هنا بدأ نص الجسم يوصل وتحس كده ان الصورة الكاميرا متوسطة. مم. هنا مثلا الصورة لا، الجسم كله ظاهر زي ما احنا شايفين، فدي لقطة واسعة. هنا مثلا برضو هتلاقيه ظاهر كل الشكل، فهنا لقطة برضو واسعة. طب جميل جدا، جميل جدا. طيب يبقى انا كده شفت المبدأ الرابع اللي انا وصلت له، ان هي المبدأ ان انا لما اجي ادي بقى البرومت بتاعي ما بقتش اقول له والله طلع لي صورة ولد بس، او طلع لي صورة ولد في مدرسة، ولا طلع لي صورة ولد في مدرسة الصبح. لا دلوقتي بقيت اقدر اقول له طلع لي صورة ولد في مدرسة الصبح وخلي الكاميرا قريبة منه. ده انت خلي بالك في الحتة بتاعت الفريمنج ديت، انت حضرتك لو انت عندك خبرة بسيطة جدا في التصوير وانواع العدسات وانواع الكاميرات والكلام ده كله، قول له انا عايز الصوره تبقى متصوره بالكاميرا الفلانيه، والعدسه كانت فلانيه، والعدسه ديت واخده الزاويه الفلانيه. هيبدا يطلع الصور بتاعتك بشكل رهيب جدا. الاستخدام دلوقتي انك انت تستخدم الاي اي ان هو ينتج صور ما بقاش امر اختياري، ده امر اجباري خلاص عليك. بس خلي بالك اللي يفرق
بين واحد وواحد، ان في واحد يطلع صوره باينه قوي ان هي طالعه من الاي اي، واحد تاني يطلع لك صوره عمرك ما تفرقها، الصوره ديت عمرك ما تقول ان هي اي اي، دي صوره طبيعيه. دي بتفرق في ان هو بيبدا يديله تفاصيل. كل ما اديته تفاصيل اكتر، كل ما الصوره اللي انت بتطلعها بقت صوره متكونه صح وموجوده بشكل سليم جدا. طيب كده احنا شفنا الاربع مبادئ دول. ايه المبدأ الخامس؟ المبدأ الخامس ده مبدأ الاسبكت ريشيو. انا اكيد لما خلاص حددت الموضوع والبيئة والإضاءة والفريمنج، المبدأ الخامس ده انا لازم احدد ابعاد الصورة. خلي بالك برضو ان كل صورة انت بتنتجها، كل صورة انت بتنتجها بيبقى ليها بعد معين، يعني ليها اسبكت ريشيو، ليها شكل معين. اكيد انت لو عايز تعمل صورة ريلز لازم تقول له ان الصورة ديت ريلز، فتدي له مثلا والله ان ديت موجودة بشكل عمودي. عايز تعمل صورة مثلا تعرضها على اليوتيوب، هتلاقي ان الصورة ديت موجودة على اليوتيوب فتقول له ان هي موجودة بشكل افقي. لو عايزها تعملها انستجرام بوست يبقى لازم توديها له واحد لواحد. طب بورتريه تقول له ان هي بورتريه موجوده مثلا بشكل عمودي للطباعه او الحاجات والمحلات والكلام دوت، لازم تقول له الابعاد بتاعت الصوره عشان هو يلتزم بالكلام اللي انت قلته دوت. طبعا انا يعني الناس اللي بتسال على التولز اتعملت ازاي، التولز ديت احنا هنبعتها لكم، دي ما فيهاش اي مشكله. وكده كده يعني خليكم معايا ان احنا لسه هنبدا هوريكم ازاي اصلا نستخدم الكلام ده بشكل عملي. انا عايز دلوقتي بس تركزوا معايا، تعرفوا ان احنا لما هنيجي نكتب البرومت بتاعنا عايزين نكتبه على اساس احنا بنينه، على اساس احنا موجودين عنده، مش عايزين نديله الاوامر بتاعتنا بشكل عشوائي. فاحنا هنا اتكلمنا على المبدأ الخامس بتاعنا. المبدأ الخامس بتاعنا هو احنا لازم نحدد في البرومت بتاعنا حجم الصورة اللي احنا عايزينها. طب حد يقول لي طب انا لو ما حددتش الحجم بتاع الصورة ايه اللي هيحصل؟ عادي جدا، الاي اي هيحط لك اي حجم من عنده. فانت لو ما قلتلوش الحجم بتاع الصورة هيبقى ايه، الاي اي ذات نفسه هيحط لك اي حجم، وده طبعا انت حاجة انت مش عايزها. انت لازم تكون محدد انت محتاج ايه. طيب يبقى احنا كده حددنا الاسبكت ريشيو. نرجع تاني بقى للحتة بتاعت التفاصيل. الحته بتاعت التفاصيل ديت انا دايما بحب اعيد عليها. ادي للاي اي تفاصيل على قد ما تقدر، ايده، ما تخليهوش هو اللي يفكر ويطلع لك الصوره اللي هو عايزها. اديله تفاصيل، اديله ادق التفاصيل. يعني انت مثلا اديله انت ملمس يعني ملمس، يعني انت مثلا بتقول له ابني لك قطعه اساس، اديله الشكل بتاع قطعه الاساس ديت، نوع القماش هيبقى عليها ايه وملمسه هيبقى ايه. لو عايز يبقى فيه انعكاسات في الصوره قول له انعكاسات الصوره يبقى شكله عامل ازاي. اخر بقى مبدأ، يعني بعد ما تديله التفاصيل دي كلها، مبدأ الستايل. ده مبدأ حلو قوي 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 قوي. ان خلي بالك ان كلمة الستايل في الصورة، عارف انت نفس البرومت بنفس كل حاجة، تديله كلمة ستايل يوديك الصورة في حتة، تديله ستايل تاني تلاقي الصورة راحت في حتة تانية. فالموضوع بتاع الستايلنج ده موضوع مهم جدا. انت هنا عايز الصورة شكلها ايه؟ عايزها فوتوغرافر، ولا عايزها رسم كرتوني، ولا عايزها مودرن، ولا عايزها قديمه، ولا عايزها صوره سينمائيه، ولا عايزها صوره مجلات، ولا ممكن تقول له لو انت عايز تاثير معين زي انك انت تضيف فيها صوره فيلم قديم او ستايل انيميشن او ستايل كرتون. طب ايه ده كله، ايه ده كله؟ طيب بسيطه جدا. انا هنا جمعت لك برضو مجموعه ستايلات بنفس الفكره. كل ستايل من دول دي كيورد، اقدر برضه ادوس هنا عليها فتوديني، يعني كده توديني بنت الريست بالشكل ده. فتلاقي نفسك كل ستايل من دول انت بقيت تضغط عليه يوريك الستايل ده هيعمل ايه في الصورة. وده كل ده هنشوفه دلوقتي بشكل عملي. انا برضو جمعت لكم هنا يا دوبك ايه يعني حبة ستايلات. طبعا دي الاستايلات اللي انا جمعتها، في استايلات اكتر من كده بكتير يعني. خلينا برضو ديت اخر ده اخر تمرين وده اخر مبدأ موجود معانا، وبعد كده هنخش على طول على الجزء العملي، وبإذن الله هنتبسط جدا في الكلام ده. زي ما فعلا حاجة قالت ده واقعي، مظبوط جدا. الستايل دوت متوقعين ان هو ستايل ايه؟ سينمائي. تمام مظبوط جدا. ده بعد كده ده ستايل ايه؟ انمي او أكيد كرتوني. أنمي يعني.
ايوه. وده اخر حاجه. ارت، اوكي. ايوه ده ستايل. مظبوط جدا كده. يبقى احنا بصوا، يبقى احنا كده خلاص اتفقنا كده مع بعض. يبقى انت عشان خاطر تطلع تكتب البرومت، دولت انا 7 مبادئ فكرت فيهم. فكرت في الموضوع، البيئة، الإضاءة، بعد كده الفريمنج، الأبعاد، التفاصيل، الستايل. وعشان خاطر أسهل على نفسي بس اللي أنا بدل ما أقعد أحفظ كل واحد فيهم بشكل منفصل، عملت مصطلح اسمه سيلف ادز. سيلف ادز دوت، خدت أول حرف من كل مبدأ منهم وجمعتهم في كلمة. قلت برضه عشان أبقى أنا إيه، عارف الفكرة اللي أنا إيه هبدأ أشتغل عليها. تعالوا بقى نقفل كل الحاجات اللي فوق ديت، وتعالوا نبدأ بقى نشوف الفرق اللي احنا ايه عايزين نبص عليه. تعالوا الاول بصوا، انا هستخدم هنا هستخدم جيميناي في انتاج الصور. ما خلينا نبص على حاجة بسيطة تبدأ تورينا بقى الايه الكلام ده بشكل عملي. ده تعالوا نشوف مثلا، ده هنا احنا هنا مثلا قلنا له ايه، انه احنا عايزين فرخة مثلا على الشط. ده برومت ضعيف جدا، يا دوبك ايه علوا العنصر اللي هو عايزه. لو خدته كده كوبي ورحت رايح هنا اهو، قلت له طلع لي الايه الصورة ديت. هنشوف دلوقتي الفرق بين استخدام نفس الامر بشكل عشوائي او بشكل انك انت يا دوبك بس اديت الاي اي الحريه ان هو يفكر فيها، وانك انت تبدا تحدد له البرومت بشكل تفصيلي. قلت له هنا والله استخدم لي ايه شط فرخه على الشط، الراجل ما قصرش وجاب لي فعلا فرخه وحطها لها قدامي الايه الشط. تعالوا ناخد بقى نفس النسخه بتاعت البرومت ديت، بس المره دي بقى ايه، اديته ايه، اديته تفاصيل. اديته، لا قلت له مش عايز فرخه، قلت له لا انا عايز فرخه لابسه ايه لبس، وخلي بالك هتبقى لابسه نظاره، وعايز الفكره بتاعت الشط يبقى الشط موجود بشكل استوائي، وخلي بالك ان الاجواء بتاعته سينمائيه، وخلي بالك ان الاضاءه هيبقى فيه اضاءه وهيبقى فيه انعكاس، وعايز بقى الكاميرا عندك هنا حاجه اسمها فلاش اي. هتلاقي كده ان فلاش اي ديت بتخلي الزاويه بتاعت الكاميرا مكبره جدا الحاجه. وقلت له بقى الريش دي بقى التفاصيل بقى اللي انا بتكلم عليها. قلت له الريش بتاع الفرخه هيبقى شكله مش عارف ايه، والصوره، واديته هنا الابعاد بتاعت الصوره. فاستخدمت ال7 مبادئ بتوعي في الكتابه بتاعت البرومت ذات نفسه. لو خدت كده نفس البرومت ده كده وعملت كوبي ورحت رايح هنا مديه برضو الجيميناي وطلع لي صورة. بص بقى الصورة اللي طلعت، فرق رهيب جدا. فرق رهيب جدا لما انت بتكتب البرومت بشكل عشوائي، وبانك انت بتبدأ تكتب الامر اللي انت عايزه بشكل فيه تفاصيل. كل ما اديته تفاصيل، هو قدر فعلا يطلع لك كل التفاصيل اللي انت كتبتها بالشكل ده. طيب، ايه رأيكم اديكم فرصة تجربوا الموضوع دوت؟ انا هبعت لكم بصوا الرابط بتاع التولز ديت، هبعتها لكم هنا على على الشات. وخشوا بقى على جيميناي جربوا الامرين، اديوا كده مثلا دقيقتين تجربوا فيها الامرين دولت. وخليكم معايا لان احنا لسه هنبدأ نشرح ادوات تانية موجودة معانا برضو هتساعدنا جدا في انتاج الصور. يلا ربنا يا رب يوفقك. من فضلك، هو احنا السيشن دي هتتبعت لنا اللينك بتاعها؟ وهم بإذن الله هيسجلوها وهيبعتوها بإذن الله للناس الموجودة على الجروب. تمام، شكرا.
طيب، خلينا بقى نرجع مع بعض كده. طيب تاني، بصوا يا جماعة، أنا الفكرة الأساسية في الدليل دوت أو المبادئ اللي احنا اتكلمنا عليها ديت، هي إن مش إن احنا نظبط المايند سيت بتاعتنا. يعني إيه؟ نظبط دماغنا في الآخر وفي الآخر أي حد هيكتب أي حاجة للاي اي، الاي اي هيطلع له الصورة. بس احنا زي ما احنا شفنا ان فرق رهيب بين الاتنين، بين ان حد هيطلع صورة بشكل مش مدروس، بشكل عادي جدا، طلع لي فرخة على البحر كده، وحد تاني هيبدأ يديله التفاصيل. فهي ال يعني زي ما تقول ايه الاساس، انك انت تعرف يبقى عندك مبدأ، عارف انت عندك ايه مبادئ كده انت بتقدر تظبط بيها طريقة تفكيرك، انك انت تقدر توجه الاي اي للصورة اللي موجودة عندك. فهي ديت اللي انا كنت ايه يعني اللي احنا كنا بنفكر فيه، وان التولز اللي موجوده معانا ديت بتساعدنا. طيب خلاص، احنا الحمد لله خلاص اهوت وصلنا، بقينا خلاص نفهم السبع مبادئ اللي موجوده عندنا، وطبعا خلاص بقى عدناهم اكتر من مره، عرفناهم. تعالوا بقى نبدا نشوف على حبه كلمات. انا الكلمات ديت انا بالنسبه لي ديت عامله زي الايه، يعني انا السبع كلمات دولت او السبع مبادئ دولت انا بشوفهم حاجات اساسيه. لكن انا بقى في كلمات بالنسبه لي دي بسميها مثلا اللي بتظبط بقى البرومت بتاعي في الاخر، توابل حاجه كده، ايه تقوم ضايفها، تلاقي الصوره اتنقلت معاك كمان في حته اقوى. دي ممكن تضيفها او ما تضيفهاش، بس برضو فكر فيها، مفيش برضو مشكله خالص انك انت تقدر تخش تشوف كل كلمه من دولت. يعني مثلا لو قلت له دي اس ال ار فوتو، هتلاقي يبدا يطلع دي مثلا دي الكاميرات بتاعت الدي اس ال ار، بس ديت انت لو كتبتها في البرومت هيدي لك ان الصوره اكنها متصوره بكاميرا بالنوع دوت، اضاءه سينمائيه، ملامس ضغط، يعني فاهم الكلمات، مجموعه الكيورد ديت لو ضفتها في البرومت بتاعك هتفيدك جدا في النتيجه بتاعتك. كده احنا اللي وصلنا لحد دلوقتي عرفنا زي بالظبط كده اكننا بنعمل طبخه او بنعمل البرومت بتاعنا. بقى معانا المكونات، بس المكونات بتاعتنا لحد دلوقتي متفصله. يعني ايه؟ هم بعاد عن بعض. انا عرفت السبع مبادئ بتوعك، بس السبع مبادئ دول ما جمعتهمش مع بعض لسه. وهنا بصوا، هيجي دور بقى، احنا هنا عملنا في تحت عندك اداه صغيره هتساعدك في بناء البرومت دوت. تعالوا بقى نشوف الاداه ديت ازاي احنا بنستخدمها، وحتى كمان هيبقى لينا فرصه ان احنا ايه دلوقتي نجربها مع بعض برضه، ان الجزء الجاي باذن الله هيبقى فيه جزء كبير جدا منا احنا هيبقى عملي يعني. انا اول مبدا عندي هو مبدا الموضوع اللي هو السبجكت. تعالوا نختار هنا مثلا، تعالوا نقول له مثلا احنا عايزين ايه، مثلا عايزين حيوان. او انت هنا بتيجي تكتب هنا بنفسك، يعني انت لو مش عاجبك، مش الاختيار اللي موجود عندك دوت في البرومت بتاعك مش عايزه، انت ممكن ايه تكتب هنا الحاجه اللي انت عايزها. والله انا عايز ولد، عايز بنت، عايز اي حاجه تكتبها له. تاني حاجه الانفايرمنت، هي البيئه اللي انت عايز فيها العنصر ده، اللي هو مثلا شكل حيوان، تقول له مثلا والله انا عايزه في غابه. بعد كده تقول له نوع الاضاءه، ايه ده الاضاءه اللي احنا قعدنا نتكلم فيها، والله انا عايزه في اضاءه سينمائيه. والله ده ايه ده فكره الفريمنج، انا عايزها تبقى قريبه جدا ولا بعيده ولا كذا. كلها اختيارات زي ما انتم شايفين كده. نقول له مثلا والله لقطه ايه متوسطه. بعد كده تعالى نقول له هنا موضوع الابعاد، انا عايز الصوره دي تبقى ابعادها والله تبقى بشكل ايه طولي. والله لو هنا انا عايز اكتب تفاصيل، ممكن هنا اكتب له تفاصيل اكتر. نيجي هنا في فكره الستايل، اقول له والله انا عايز الكلام ده كله في شكل واقعي. وهنا اللي هي الكلمات الزياده، اقول له والله لا خلاص تمام، انشئ لي بقى الايه البرومت. اول ما اقول له انشئ لي البرومت هتلاقيه هو اوتوماتيك كتب لك الامر اللي انت تستخدمه. تعال ناخد نسخ للكلام ده ونروح للجيميناي عندنا، نبدا نقول له بقى ايه، اتفضل وريني الصوره. بصوا، عمل لي طبعا فرخه وجاب لي حيوان انا ما قلتلوش هو الحيوان نوعه ايه، وفي شكل غابه، بصوره ايه بالاضاءه مش عارف صوره سينمائيه، والابعاد اللي انا ايه طلبتها. طب تعالوا كده نغير، يعني تعالى مثلا هنا نقول له والله انا مش عايز واقعي، انا عايزك تعمل لي الكلام ده في شكل انمي. وقول له انشاء الايه الامر او انشاء البرومت، اعمل تاني نسخ، وتعالى تاني هنا اهو نقول له بيست.
ده ما طلعليش الشغل الانمي، تعالى كده انت. لا، ما هنا ما نفذش البتاع، تعالى تاني كده. قول له هنا انمي، وقول له شكل مربع، قول له انشاء الايه البرومت. لا 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 لا، الستايل انمي ستايل اهو. تعالى هنا. تعالى نفتح فعلا شات جديد. لا ثواني كده. ممكن عشان سينماتيك كالر برضو فطالعة شبه اللي فاتت. ده ممكن. ده هنا ده انمي، نقول له عادي التعيين. ثواني كده، ده حيوان في غابة. إضاءة طبيعية، لقطة متوسطة. نقول له هنا انمي. كده مظبوط. ده شكل الجيميناي ما بقاش ينفذ الايه بتاع اللي احنا عايزينه. لحظة كده، تعالى نروح لحد تاني. ده استاذ شات جي بي تي. طيب هو كويس كويس ان ده حصل معانا. بص، ال ال ام او التولز اللي احنا بنستخدمها عشان نجنريت بيها الصور، التولز ديت مختلفة جدا. وكل اللي زي ما يقولوا ايه، كل تول منهم بتبقى مميزة في حاجات معينة. يعني خليني اوريكم كده حاجة. اهو بدأ هنا زي ما احنا شايفين هنا في كشات جي بي تي. بدأ ينفذ الايه الكلام اللي احنا قلناه. أيوة، تمام، اللي هو الشغل بتاع الانمي. فانت، خلينا نرجع تاني هنا لحظة. طيب ده موقع تاني انا برضو بستخدمه في الجينيريشن بتاع الصور. ده موقع اسمه هيكس فيلد. بس الموقع دوت بيديني امكانية اعلى من التولز التانية اللي موجودة. ليه؟ ان هو هنا بيديني ان انا اكتر من موديل او اكتر من اداة ابدا استخدمها في الجينيريشن بتاعت الصور. فانا مثلا انا هنا عندي، عارف، انا لو هستخدم حاجة اسمها فلكس. فلوكس ديت انا دايما بستخدمها عشان خاطر اجنريت الصور اللي ليها علاقه بالانمي مثلا. فانا اقدر اجي من هنا اهوت، اديله البرومت بتاعي، وابدا اقول له ايه جنريت. فالصوره اللي هتطلع هتبقى الستايل بتاع الانمي بتاعها هيبقى واضح. هيبقى افضل مثلا من الموقع التاني بتاع جوجل بتاع جيميناي. طب هو ليه كده؟ ان كل موديل او كل اداه انت بتستخدمها هتلاقيها هي مميزه في حاجه معينه. هتلاقي مثلا يجي يقول لك ان نانو بنانا ليه علاقه اكتر بالادوات، مثلا بالشغل بتاع اللي هي الحاجات مثلا اللي هي رياليستيك او الكتابه مثلا على الصوره. هتلاقي مثلا حاجات زي فلكس ديت ليها علاقه بالكرتون اكتر. فكل موديل منهم بيبقى ليه الميزه بتاعته. خلينا نرجع تاني كده.
نرجع تاني للأداة بتاعتنا. لحظة. ممكن حضرتك تبعت لنا اللينك بتاع الموقع التاني ده؟ اللي هو الهيكس فيلد. اه. تمام. طيب نرجع بس للأداة بتاعتنا ديت لحظة. ال الأداة اللي هي موجودة ديت، أنا بعت الرابط بتاع الموقع خلاص في الشات. الأداة اللي موجودة ديت تقدر أنت تقعد تجرب فيها، يعني تقعد تختار، وتقعد بعد كده تغير الستايل ذات نفسه. مثلا كده هوت، وتبدأ تختار الشغل بتاع التصميم ذات نفسه، وبعد كده تبدأ تروح وتبدأ تجنريت البرومت مرة تانية، وتبدأ برضو تبعته هنا اهوت، وتبص على الشكل ايه بتاع الصورة اللي هتطلع لك. طيب الأداة ديت اتصممت بالسبع مبادئ اللي احنا كنا بنتكلم بيهم دولت. بس قبل ما اقفل الأداة ديت، انا عايز بس اشرح حتة تانية. البرومت اللي اتكون في الآخر دوت، هتيجي هنا اهو حاجة اسمها ماستر برومت. الماستر برومت دوت ايه؟ هو دوت القالب اللي انا استخدمته عشان اكون الصورة ذات نفسها. يعني ده القالب اللي انا بدأت يعني انت لو بصيت عليه شايفين الكلام اللي لونه اصفر دوت؟ الكلام اللي لونه اصفر دوت ده اللي احنا مليناه بالاستخدام التول بتاعتنا. يعني لما جينا قلنا له والله خد الاضاءه اللي هي بالشكل الفلاني، او خد الستايل بالشكل الفلاني، هو جه هنا وقام راح حط الستايل اللي احنا ايه استخدمناه. طب انا هستفاد ايه من الكلام دوت؟ كده كده انت عايزني كل صوره اجي اطلعها، ابدا ابص للسبع مبادئ وابدا اكتب الكلام دوت، او اروح حتى استخدم التولز اللي هي موجوده هنا، اللي انا احط السبع مبادئ بتوعي اللي انا عايزهم عشان اكون الصوره ذات نفسها. الموضوع دوت عشان في الاخر اطلع لي البرومت اللي انا ابدا استخدمه عشان اكون الصوره ديت. طيب الكلام دوت صعب شويه، او الكلام ده فيش طريقه اسهل؟ يعني الطريقه الاولانيه دي انا بسميها الطريقه المانيوال، اللي هي الطريقه اللي انت يا دوبك لسه بتتعلم فيها، فانت بتبدا تبص على كل مبدا منهم وبتفهمه بشكل كويس. بس انا عايز حاجه اسرع، عايز حاجه افضل ان انا استخدمها بالشكل ده. تعالوا نبص مثلا على موقع بنترست تاني مع بعض. لكن انت كده هنا لحظه. تعالوا مثلا، انتوا ما في كان في حد مثلا شاف، تعالوا مثلا ناخد الصوره ديت. في انت ساعات بتلاقي ناس على الانترنت عامله لك مثلا ترند، تلاقي مش عارف صوره صوره متكونه بشكل معين، وحاطط هو بوست على الفيسبوك، وتلاقي يقول لك في اخر البوست ايه؟ اكتب كلمه بروميت عشان خاطر ابعت لك البروميت على الخاص. ويقوم في الاخر باعت لك تكست. التكست دوت انت تاخده تحطه على اي اداه وتحط صورتك، فتلاقي ان الصوره اللي طلعت شبه التكست دوت. تعالوا حتى نشوف الايه، كان في ترندات انتشرت الفترة اللي فاتت، ممكن برضو نبص عليه. طيب من فضلك كان عندي سؤال. اتفضلي. إيه الطول اللي حضرتك كنت شغال بيها من شوية دي اللي احنا عملنا عليها الصور؟ تمام. اه، لو هنطلع فوق كده خالص أول واحدة. مم. إيه؟ لا مش دي، كانت التانية اللي هي فيها صور حيوانات. أيوة دي. هو ايوه. هنا مديني اوبشنز مواضيع معينة اللي هي مثلا في صورة حيوان، شخص أو شخصية معينة. أنا لو عاوز مثلا عندي صورة معينة عايزة أرفعها له وأبدأ إن أنا أبديت عليها أو أغير عليها، هل في ما اوبشن لحاجة زي كده ان انا احمل له انا صورة معينة وابدأ ابديت فيها واكتب له في الجزء اللي هو اكتب بنفسك، اكتب بقى برومبت معين يغير فيها؟ ولا هي ما حاجات هو فيكسد لازم اختار منها زي ما هو مديني اوبشنز كده؟ تمام. بصي، هو هو سؤال كويس جدا. هو التول ديت معمولة بس عشان خاطر الناس تبقى عندها المايند سيت او المبادئ، اللي هي لما تيجي تفكر في الصورة تكونها. الجزء الثاني اللي هو انت حضرتك لسه قايله ان انت عايز ترفع صوره واحللها، وبعد كده ابدا اعدل فيها، هو ده الجزء اللي انا بشرحه حالا دلوقتي.
يعني التول ديت انا عاملها او بنيها عشان بس خاطر الناس اللي لما بتيجي تفكر ان هي تخلي الذكاء الاصطناعي يطلع صورة، يبقى عندهم مايند سيت معين يشتغلوا بيه، فيطلع يعني يوصف الحاجة اللي موجودة جوه اللي هو بيفكر فيها يعني. الحتة التانية دي بقى اللي احنا دلوقتي بنشرحها. عشان كده تلاقيني عملت ايه بعد ما بصينا على التول ديت، وقلت ان في حاجة اسمها ماستر برومت ديت، اللي هي مم. بستخدمها عشان خاطر اطلع الصورة ذات نفسها او المبادئ ذات نفسها اللي انا ايه اللي هي السبع مبادئ بتوعنا. طب بس هنا اللي بيملى المعلومات ديت كان احنا باستخدام الأداة ديت. طب انا عايز بقى اللي يملى المعلومات ديت الاي اي. مش عايز انا اللي ابني، مش عايز انا اقعد اوصف الكلام ده بايدي. فساعتها بعمل ايه؟ بقوم رايح من هنا مثلا، تعالوا ناخد اي صوره، عايزين نعمل صوره شبهها. انا عايز صوره كده تبقى كرييتيف، حاجه مثلا تبقى فيها. ثواني ثواني ثواني، انا بدور صوره تبقى. تعالوا ناخد مثلا الصوره ديت. شايفه الصوره اللي قدامي ديت؟ الصوره اللي قدامي ديت، انا عايز مثلا عايز الاول اوصفها، يعني انا عايز استخدمها عشان خاطر مثلا اغير الشخص اللي جوه دوت، او اخد الستايل اللي موجود في الصوره ديت وانسي صوره تانية خاصه بيا. بس خلي بالك انا هنا عندي طريقتين. في الطريقه اللي ممكن في ناس بتستخدمها، اللي هي بتاخد الصوره ديت كوبي، وتروح مثلا لاي اداه تقول له والله غير لي الشخص دوت، غير لي الكلام اللي مكتوب هنا. ال- الطريقه ديت، للاسف بتبقى فيها انت بتليميتيت هنا الاي اي. وغير كمان، غير انك انت بتعمل ليميتيشن للاي اي، انت هنا بتاخد التصميم هو. انت ما بتاخدش الروح اللي موجوده في التصميم. خلينا برضو كده لحظه اوريكم بس ايه قصدي. تعالي ناخد الصوره ديت اهي، هاخدها كوبي. وبعد ما ناخد الصوره ديت كوبي، هنقوم رايحين على شات جي بي تي، فاتحين شات جديد، مدينه الصوره. جميل جدا. بس بدل ما اقول له استبدل لي شخص او اعمل لي الكلام دوت، انا هاجي اقول له ايه؟ هاجي اديله البرومت اللي هو دوت، اللي هو القالب بتاعي. اقول له خد القالب دوت، حلل لي بقى الصورة اللي موجودة عندك اللي هي ديت على القالب ده. دي اول خطوة انا باجي اعملها. يبقى انا كده بعمل ايه؟ انا هنا ما خدتش الصورة ذات نفسها، انا حللت الصورة بالسبع مبادئ بتوعي. وبدأ فعلا هو ياخد الصورة، يبدأ يحلل الصورة، يحول لي الصورة من صورة موجودة كصورة لتكست. وهو ده البرومت اللي انا بعد كده هستخدمه. يعني لو خدت ده كده كوبي ورحت رايح بعد كده بعته، لكن المرة دي انا هبدأ ابلود الصورة بتاعتي. يعني لحظة كده. ايوه، دي الصورة بتاعتي. بس خلي بالك في الصورة اللي انت تيجي تعمل لها ابلود، الصورة تبقى على خلفية سادة، والصورة تبقى بسيطة. يعني حاول انت لو عايز تغير صورة شخص موجود في صورة او اي حاجة، ان الصورة اللي انت ترفعها تبقى صورة على خلفية سادة، عشان تقلل النويز اللي ممكن الاي اي يغلط فيه، عشان الاي اي ما يتلخبطش بين اللي موجود في باقي الصورة وانت كشخص يعني. هو البرومبت اللي احنا خدناه اللي هو كان معمول بالأصفر، ده تمام. كان موجود فين أصلا؟ يعني احنا جايبينه منين؟ ده هنا
ده اه. هنا ده اسمه ماستر برومت. دوت اللي هو موجود هنا، ده احنا بعد ما شرحنا السبع مبادئ بتوعنا، هتلاقي لو جينا تحت هنا ضغطنا على حاجه اسمها ماستر برومت، هتلاقيه اوتوماتيك ده القالب الاساسي اللي احنا بنستخدمه. القالب الاساسي دوت اللي هو الحاجات اللي باللون الاصفر ديت، دي كان الاي اي هو اللي بيكتبها. لكن او احنا كنا بنكتبها باستخدام الاداه اللي احنا شرحناها قبل ديت. لكن في البرومت دوت لما جينا اديناه لشات جي بي تي هنا هوت، هو اوتوماتيك حلل الصوره اللي احنا بعتناها له، اللي هي موجود فيها الستايل بالشكل دوت، حللها وقام راح كاتبها لي بالشكل ده. فانا لو خدت بقى البرومت بعد ما شات جي بي تي عمله، وبعت له صوره اي شخص، وبس يخلص ويطلع لنا الصوره، ايوه، هتلاقيه طلع لك الصوره بالشكل ده. معلش حضرتك عندي سؤال. اتفضلي. هل لازم نفس التول اللي انا حطيت عليها الصورة عشان يطلع لي البرومت بتاعها هي نفس الأداة اللي استخدمها عشان اعمل اللي انا عايزاه؟ ما ينفعش اخد البرومت في تول تانية، صح كده؟ مش لا تاني، انا ممكن فهمش السؤال كويس. يعني احنا دلوقتي حطينا على تشات جي بي تي. كويس. تمام. طيب هل لازم اكمل عليه باقي الستيب لغاية ما ان انا اطلع الصورة اللي انا عايزاها، ولا ممكن مثلا التحليل اللي هيطلعه لي في الصورة اخده واحطه في اي تول تانية مثلا اي اي؟ ممكن نجرب، انا ما اعرفش يعني، انا جربت وانا على شات جي بي تي، بس انا ممكن اخد كده، تعالى ناخد التحليل ده كده ونروح مم. مثلا على جيميناي، ونجرب مع جيميناي ان كل تول انت بتستخدمها للاي اي ليها طريقه فهم شكل النتيجة مختلفة بالظبط، ما ده ونتيجه عشان كده مختلفه. بسأل. فتعالي هنا مثلا نفتحه، نقول له نيو شات، ونقوم حاطين له مهندس البرومت محمد، بتاعنا. انا كان عندي سؤال برضو لو سمحت. هل اتفضل يا برضو باشا. نقدر نطبق الموضوع ده على الفيديوهات بس ولا صور بس؟ لا، هي ده لحد دلوقتي صور بس. اه. تمام، شكرا الفيديوهات بيبقى لحضرتك. ليها حاجه تاني. تمام. يبقى تعالي ناخد. في حاجة للفيديوهات. هيبقى في حاجه باذن الله للفيديوهات. ماشي، شكرا لحضرتك. انتوا تخيلوا معايا، احنا بالطريقه ديت احنا اي تصميم عندنا، يعني انا مثلا تعالوا مثلا ناخد تصميم زي ايه ده مثلا، بلاش ده، هيبقى فيه اعدادي كتير. تعالوا ناخد اي ستايل تاني. ممكن ناخد حاجة جيف مثلا من اللي بتتحرك دي. اللي لا، ما هو دي هيبقى صوره. تعالوا مثلا ناخد الصوره ديت وناخدها كوبي، نقوم رايحين برضو نفس الفكره، رايحين هنا على شات جي بي تي، حاطين له الصوره، وراجعين تاني واخدين الايه البروميت الاساسي بتاعنا اللي هو دوت، نقوم رايحين له، نقول له اتفضل حلل لي الايه الصوره ديت. عقبال ما يحلل الصوره، ايوه اهو كده خلاص حلل لنا الصوره. ناخد البروميت اللي هو عمله، كوبي، نعمله هنا بيست، ونيجي هنا نقول له ابلود، نرفع الصوره مثلا اللي هي بتاعت الشخص، ونقول له ايه اتفضل اعمل جنريت للصوره. كده هو مفترض يكون ايه، خلي بالكم ان احنا هنا مع عملنا ايه، احنا ما سرقناش التصميم اللي موجود، يعني احنا ما خدناش تصميم فعليا وقلنا له بدل لي ده بده. فاحنا ما عملناش كده، احنا حولنا التصميم الاساسي لبرومت مبني على مبادئ، وخدنا البرومت اللي احنا طلعناه وادينا له صورة مرجعية تانية عشان يجينيريت الصورة. فاحنا هنا يعتبر برضو ما خدنا يعني ايه، ما خدناش بتاع كوبي بيست قوي. تلاحظ حتى ان الصورة الجديدة هي ليها روح مختلفة عن الصورة القديمة، هي واخدة الستايل الفني او الرسم الفني من نوع الاضاءة والتصوير والشكل والكلام ده، واخداه منا، بس مش العناصر اللي جوه ممكن تبقى في اختلاف، في حرية ان الاي اي قدر يظبط فيها. تعالوا عقبال ما يطلع لنا الصورة من هنا نشوف الجيميناي عمل ايه. بصوا، هو جيميناي عملها، بس هو يعني انتوا زي ما انتوا شايفين ما خدش الصورة بتاعتي قوي. يعني هو هنا عمل نفس الفكرة، بس ما كانش بنفس قوة مين، شات جي بي تي. يعني انا شايف الصور اللي احنا طلعناها على شات جي بي تي كانت احسن. وهنا غير كمان في الشكل كتير شوية. هنا غير في فعلا، هنا غير في الشكل ذات نفسه. لكن انا النتائج اللي طلعت معانا هنا، بصوا اهي دي الصورة التانية.
يعني انتوا كده فهمتوا قصدي. يعني احنا كده بدأنا من اول المحاضرة بفكرة ان احنا عايزين يكون عندنا حبة مبادئ نستخدمهم في تحليل الصور. وبعد كده شفنا السبع مبادئ اللي احنا هنشتغل بيهم. وبعد كده عرفنا ان كل مبدأ ازاي بيساعدني في تكوين الصورة. وبعد كده شفنا أداة احنا عملناها، أداة بسيطة جدا. بدأنا نستخدمها عشان خاطر نجنريت أي صورة احنا محتاجينها. وبعد ما شفنا الأداة ديت ازاي احنا نستخدمها، بدأنا نشوف ازاي القالب بتاعنا اللي احنا هنستخدمه عشان نملاه عشان خاطر نجمع بقى السبع مبادئ دول ونكون الصورة. وبعد كده شفنا ازاي الطريقة المانيوال ان احنا نبني القالب بتاعنا ده بس بشكل مانيوال. وبعد كده شفنا ازاي استخدمنا أداة زي شات جي بي تي ان هي تحلل لي اي صورة انا اديها لها. وبعد ما تحلل الصورة نبدأ نديله صورة مرجعية تانية، فيطلع لي صورة شبهها بس مش هي، يعني يطلع لي صورة قريبة منها يعني. استأذن حضرتك يا أستاذ محمد، هو احنا قلنا ايه الشات جي بي تي عشان يحلل لنا الصورة؟ كل اللي قلناه بصي، احنا هنا عندنا حاجه اسمها ماستر بروميت، ادينا له الايه، البروميت دوت. يعني انا خدت ده كوبي ورحت مديله الصوره اللي انا عايز احللها. اخترت تمام. اي اخترت اي صوره موجوده من هنا. طبعا بقى انتوا عارفين بقى ان هنا بسم الله يعني بنترست فيه كميه صور جميله يعني. فتقدري تختاري اي صوره باي شكل باي ستايل فني انت محتاجاه، عاجبك الاضاءه، عاجبك التصوير، عاجبك الزاويه اللي متاخده، كل الكلام ده انت خلاص عاجبك الكلام ده. بدل ما تقعد تحلله بشكل مانيوال عشان تبدا تطلع صوره شبهها، لا انت ممكن تاخد الستايل ده كله ده كوبي، وتقوم رايح على شات جي بي تي مديله الصوره. وبعد كده تقوم راجع من هنا اهوت واخد له البروميت دوت كوبي، يبدا هو يحلل لك الصوره ذات نفسها. هو ده بعد ما برومبت ده ولا برومت. طريقة التحليل؟ دي طريقه التحليل، ما هو عن اه، طريقه التحليل دوت هو بينتج لك البرومت بينتج بقى اللي لي انت برومبت. ايوه اللي انت بتستخدمه بعد كده. تمام. اللي انت بتقوم واخده كده كوبي، وتقوم رايح طب مديله بقى المره دي طريقة الصوره. التحليل دي يا باشمهندس نقدر نضيف عليها حاجة أو نزود عليها حاجة؟ اكيد طبعا. من اكيد. فين؟ اقول يعني تعالى مثلا نشوف حاجه مثلا حلوه، تعالى نعملها مع بعض دلوقتي. تعالوا نطلع مثلا، سيبكم بقى من الحاجه اللي يبقى فيها صور هتبان قوي في حاجه فيها كلام. تعالوا مثلا ناخد هنا، شايفين الفونت اللي مكتوب هنا، الكلمه اللي مكتوبه ديت؟ انا عايز اخد نفس الستايل ده بس اغير الكلمه دي، بدل مثلا ما كاتب هنا قط مش عارف احمر ثلاثة، اغير الكلمه ديت واكتب كلمه تانية. ناخد ده كوبي، هنعمل نفس الفكره، ناخد ده كده كوبي ونقوم رايحين هنا عاملين هنا بيست للصوره، وجايين واخدين البرومت بتاعنا ونقوم رايحين هنا اهوت محللين الصوره. لو سمحت، بعد البرومبت اتفضل. البرومبت اللي احنا بنحلل بيه الصورة ده ايوه. حضرتك عامله ولا احنا بنجيبه بطريقة معينة؟ لا هو ده البرومت اللي بنحلل بيه الصوره دوت، ده مبني على سبع مبادئ شرحناهم في الاول اللي هم السيلف ادز، اللي هي طريقه التكوين بتاعت الصوره ذات نفسها. وهو بيحلل الصوره بناء عليها. يعني هو بياخد الصوره وبيبدا يحلل الصوره بناء على السبع مبادئ دول. وبعد كده بيجنريت لك البرومت التاني اللي انت بقى بتبدا تستخدمه عشان تجنريت صوره واخده نفس الستايل بتاعت الصوره الاولانيه. طيب يعني حضرتك تنفع تبعت لنا البرومبت ده ولا؟ انا باعت الصفحه كلها على على الشات اهيت، وممكن ابعته برضو لحضرتك بشكل ايه منفصل. ايوه اهو. تمام، شكرا جزيلا. عفوا. ف كنا بنتكلم على الصوره اللي هي ديت، وازاي نقدر نغير مثلا كلمه موجوده بالشكل دوت. فانا جيت هنا رحت واخد، سوري، بعد ما قلت له يحللها لي اجي هنا اهوت. وتعالوا نديني صوره مرجعيه، ونقول له بقى مثلا هنا نقول له مثلا ايه، امسح تكست واكتب بنفس الستايل
كلمة مثلا محمد عبد الرحمن. انا هنا اديته امرين. اديته الامر الاولاني بعد ما عمل لي جنريت للبرومت بتاع التحليل بتاعي، اديته الامر ان هو هيغير لي الصوره بتاعت الشخص اللي هي موجوده، ان احنا هي لو رجعنا الشخص اللي هو دوت. وفي نفس الوقت قلت له هيمسح لي التكست اللي موجوده وهيكتب لي مثلا كلمه محمد عبد الرحمن بنفس الستايل. تعالوا هنشوف هيعمل ايه. تمام. قال لي فعلا قربني من نفس الشكل دوت، حتى الكتابه اللي هو كتبها حاول يقرب من نفس الستايل اللي هو موجود هنا. وهو في نفس الوقت ما سرقش التصميم ذات نفسه، يعني هو خد الروح اللي موجوده في التصميم. تمام. انا في اخر بقى المحاضره ديت، ارجو ممكن ان سؤال احنا. يا باشمهندس؟ اتفضل. معلش اسف على المقاطعه لا يعني. اتفضل. هو حضرتك برضه نقدر نطبق الموضوع ده على اي لوجو عايزين نعمله؟ على اي حاجه، يعني اي تصميم او اي شكل عجبك، انت تقدر دلوقتي تحلله لتكست، وتاخد التكست دوت تبدا تخلي الاي اي يفهم الصوره ديت او التصميم اللي عجبك كان ماشي بأني شكل، ويبدا بعد كده يجنريت لك اللي انت عايز تعمله جنريت، يجنريته بنفس الستايل او ستايل قريب منه او حاجه قريبه منها، فتطلع حاجه قريبه جدا من الصوره اللي انت كانت عاجباك يعني. او ابدا انا احط له السبع مبادئ اللي حضرتك قلت عليها دي باللوجو اللي انا عايزه، ويعمل عليها اللوجو بالطريقه اللي انا عايزها، ده صح فعلا، كده؟ دي ايوه دي الطريقه المانيوال بقى. بس دي هتاخد منك شويه وقت يعني عقبال ما تحدد الحاجه بالشكل اللي انت عايزه يعني. تمام، شكرا لحضرتك. عفوا. عفوا. طيب، في اخر بقى المحاضره او السيشن اللذيذه ديت، انا حابب اول اشكر الناس كلها اللي حضرت معايا. يعني دي حاجه مهمه جدا، وبرضو حابب يعني ايه، سريعا كده اوريهم الحاجات اللي احنا ممكن نوصل ليها بالشكل دوت. يعني انا مثلا خلال الفتره اللي فاتت كنت عملت حملة إعلانية كلها باستخدام نفس الفكرة ديت، بتصاميم سوشيال ميديا بالشكل دوت، بأكتر من بأكتر من شكل. وبرضو عملت حاجات ليها علاقة يعني هو خلي بالكم برضو الناس اللي سألت على فيديوهات، الموضوع الفيديوهات قريب جدا من اللي احنا عملناه. الفيديو ما هو إلا صورة، يعني برضو باستخدام الاي اي طالما انت طلعت صورة كويسة بشكل كويس، تقدر بعد كده تطلع فيديوهات جميلة جدا. ودي كانت برضو بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها، يعني دي ليها علاقة بالستوريز. برضو شوف ده كويس. الاي اي في الوقت اللي احنا موجودين فيه، لو انت شخص عندك خبرة، فانا احب بجد يعني اهنيك ان ببساطه جدا يعني الاي اي هيبقى بالنسبه لك حاجه هتضرب خبرتك اللي انت بنيتها خلال السنين اللي فاتت دي كلها في 10 اضعاف. فهتقدر بسهوله جدا انك انت تضاعف بقى الخبره بتاعتك اللي هو تعبك خلال الفتره اللي فاتت دي كلها بشكل رهيب جدا. الناس اللي هي لسه بتبدأ، او اللي هو لسه هيبدأوا في المجال والكلام دوت، الاي اي شيء اجباري انك انت تتعلمه. وحاول على قد ما تقدر تواكب نفس السرعة اللي الاي اي محتاجها. يعني انت ما تسيبش الاي اي يبعد عنك. الموضوع بقى سهل جدا. الموضوع بيحتاج بس حبة تركيز بساط، وتقدر توصل لنتائج كنا فعلا بنتعب عشان نوصل لها يعني. الناس اللي ام كونفوز عايز تسأل أسئلة أنا معاهم، اتفضلوا وأنا متواجد يعني. طيب ممكن سؤال لو سمحت؟ اتفضل.
انا ليه ما اعملش الايديتس على الديزاين او على الايمج ايا كان اللي انا بعمل لها كرييشن من جيميناي وانا رابطه بكانفا؟ ولا هو بيحولني لمجرد ان انا بيوديني على طول، ما بيعملش هو الايديت بنفسه جوه الشات؟ بص، انا لما بتعرض ان انا مثلا بطلع صوره من الاي اي، والصوره ديت انا عايز اعمل عليها اديت، ببقى عندي حاجه من الحاجتين. لو انا مثلا، بص، لو انا صوره زي اللي انا طلعتها ديت، انا عاجبني شكل الفونت والستايل بتاع الفونت والكلام دوت، ساعتها بقى ايه، بفضل ورا التولز بتاعت الاي اي عشان تعدل لي التكست اللي موجود. لكن لو انا التكست لو الخط اللي مكتوب بالتصميم خط عادي، ساعتها بروح لكانفا. كانفا فيها ميزه جميله جدا، بتفصل اللاير بتاعت الصوره. ساعتها بفصل اللاير وبمسح الحاجه اللي انا عايز امسحها، وببدا اديت بالشكل اللي انا عايزه يعني. بالظبط. ما هو انا سؤالي للنقطه ديت ان انا دلوقتي يعني انا ربط كانفا بجيميناي، المفروض ان هو بيديني اكسسبيليتي اعلى، ان انا جوه الشات نفسه اوصل على الاقل 90% من الريزلت اللي انا عايز اوصل لها. ده فعلا. إيه، بس انت عارف، انت ساعات بيبقى فيه تصميم كده، الفونت اللي مكتوب بيه التصميم مش موجود عندك، هو مرسوم بالايد، زي مثلا اللي هي بالظبط. كلمه فانا هحتاج ان ايوه. انا اعمل له جنريت كمان، يعني انا ممكن اخد اي سكرين للفونت. لو الجزء من التصميم اللي حضرتك عارضه دوت، انا ممكن اخد سكرين للجزء ده بتاع التصميم بتاع الفونت بس من جوه التصميم، ومن خلاله ان انا اقدر اطلع برومت كامل، ويكون جوه البرومت ايه اللي انا عايز اكتبه بنفس الستايل واجنريته. هل ان انا اقدر دوت ارجعه للشات اللي انا شغال فيه على الديزاين كامل، واسويتش ما بينهم، وانا رابط الايديتنج بكانفا جوه جيميناي؟ انا ما رحتش كانفا، انا لسه جوه جيميناي. هو فعلا هيبقى متاح انك انت تقدر تعمل حاجه بالشكل دوت، بس هتلاقي نفسك في الحته بتاعت البروميت عمال تشات مع جيميناي كتير. فهي بتبقى، بص، كل حاجه وبتحتاج وبتشوف الافضل ليك يعني. انا عن نفسي في الحته بتاعت التكست، شات جي بي تي بامانه في الفتره هو شات جي بي تي وكان عندنا نانو بنانا، الاثنين دول حلوين جدا في التكست بتاع العرب. لو ما فعلا. يعني فعلا. زمان كنت بروح بتجه لفكره بفتح الفوتوشوب او بفتح كانفا او ايا كان التول بقى اللي انا بستخدمها، وكنت بظبط نفسي في الحته بتاعت التكست يعني. متشكر جدا لذوقك يا باشمهندس. شكرا جدا. معلش يا هندسة لو سمحت، اتفضل. أنا جيت حبيت أطبق اللي حضرتك قلته. جيت خدت اتفضل. البرومت وخدت صورة مع بنت الريسك، دخلتها على شات جي بي تي، بس ما حلليش الصورة. طيب انت بعت له اللي هو دوت. اللي هو ايوه اهو. مظبوط. طيب انت ممكن تبعت لي الصوره ونجربها حتى، يعني انت ممكن تبعتها لي يعني دلوقتي، ونجربها مع بعض دلوقتي. ايه مفيش رايك؟ مشكلة. تمام. حاضر. طيب، لو في حد تاني عنده سؤال عقبال ما يبعت لنا الصوره. لو سمحت كنت عايزة أسأل، هل كده ال AI هيستبدل الفوتوشوب والأدوات بتاعة الديزاين؟ يعني لو حد لسه بيبدأ ممكن إن هو ما يحتاجش إن هو يتعلم الأدوبي فوتوشوب والحاجات دي ويبدأ بال AI، ولا لازم إن هو يتعلم فوتوشوب طيب، والحاجات هو بص، هو محدش يقدر ينكر ان الاي اي الفتره الاخيره ديت هي مش ترند وخلاص، هي ثوره جديده يعني، عامله كده زي الايه، الناس اللي حضرت الانترنت اول لما طلع، في حاجه اسمها ثوره الانترنت الاولى، ثوره الانترنت الثانيه، واحنا دلوقتي مثلا في الثوره الثالثه ولا حاجه. طيب هو مش كده، مش بالمعنى اللي احنا اللي انت قلتيه دلوقتي، لا، هو اللي لو انت حتى شفت اللي احنا بنشرحه، احنا بنشرح مبادئ العلم ذات نفسه يعني. انا قلت ان الناس اللي هي بتصور، اللي بتعرف مثلا تصور وبتعرف تكون شكل الصوره، يعني مثلا بيمسكوا كاميرا ومعاهم كاميرا وعينيهم كويسه في الالوان وعينيهم كويسه في ان هم يلقطوا مشهد بشكل معين، هم دولت اكتر ناس هيتفتح بالنسبه لهم باب الابداع. ان هم الناس دولت كان عندهم مشكله مثلا في الفوتوشوب، ان الفوتوشوب تولز، والتولز في الاول وفي الاخر بتحتاج انك انت تقعد تتعلمها، زي ما انت لسه قايله لي، ان هو انت تتعلم التولز عشان تقدر تنفذ الحاجه اللي جوه دماغك. حاليا الاي اي هو شاطر في الحته دي، بيساعد جدا في ان احنا يطلع الموضوع دوت من دماغنا يعني. هو بقى تولز اشطر مننا، والجوده بتاعته حلوه وسريع. لكن ده مش هيغني عن ان احنا نتعلم التولز دي.
احنا نتعلم التولز ديت عشان نعرف نوجه الاي اي ازاي. يعني بدل ما انا استخدم الاي اي ان هو يمشيني، لا انا ابقى انا عارف انا اقول له ايه. زي ما احنا النهارده يا رب تكونوا استفدتم. دلوقتي انا حابب جدا ان اي حد لما يجي يكتب بروميت او يجي يطلع صوره دلوقتي من الاي اي، مش هيطلعها بشكل عشوائي. لا هو على الاقل عرف معلومه او معلومتين من الكلام اللي احنا قلناه دوت. فهيبدا مثلا والله وهو بيكتب الامر بتاعه يقول له لا والله انا المره دي بقى انا عايز الستايل بتاع الصوره يبقى انمي. لا انا عايز الستايل بتاع الصوره يبقى مثلا حقيقي. انا عايز الاضاءه تبقى اضاءه نهاريه او اضاءه ليليه او اضاءه كذا. انا عايز زاويه التصوير بالشكل ده. فهو ده اللي هيحصل، مش هيبقى الموضوع بعيد عن الموضوع دوت. فانت لا اتعلمي وتعلمي مبادئ العلم. يعني حاولي على قد ما تقدري تاخدي الكورسات اللي بيبقى فيها اجزاء نظري كتير، ليها علاقه بالفن والتصوير وايا كان الحاجه اللي انت مهتمه بيها يعني. باشمهندس، انا بعت لحضرتك الصوره على الواتساب. طيب. الصورة هي كوبي. طيب أستاذة نورة كانت عايزة تسأل عن حاجة ولا- أو أستاذ اه نور؟ اتفضل. اه الأول شكرا جدا لحضرتك، بجد المحاضرة جميلة قوي والبرزنتيشن تحفة والشرح حلو، يعني ربنا يبارك لك بجد. شكرا شكرا ليك. انا بس كنت عايزه اعرف، هو انا لو عملت الجي بي تي برو هي بتفرق بس في ان انا اقدر استخدمه اكتر واطلع صور اكتر، ولا الكواليتي برضو بتبقى احسن، او يعني النتائج بتاعته هتبقى افضل، ولا هي؟ وبصي انت بتسالي وانا هجرب دلوقتي. يعني انا دلوقتي لسه في واحد بيقول ان هو جرب اللي احنا بنقوله دوت على جي بي تي مثلا. مش عارف هو جربه على جي بي تي العادي ولا جي بي تي برو. هنجربه اه. ونشوف فعلا الايه. بس هو عامه بيفرق. يعني هو برضو يعني مش هقول ان هو ما بيفرقش، هو اكيد بيفرق. امم. فانت لو متاح عندك انك انت تشتركي في شات جي بي تي برو. ده حتى هو يعني الباقات بتاعته، في باقه بتبدا ب 250. ده اوبشن امم. موجود. وفي باقه تانية ممكن انت مثلا لو انت تعرفي حد. دي برضه ساعات بنعملها ان هو مثلا اكتر من شخص يخشوا على نفس الاكونت يعني. اه، حلو ده. ده برضه اصل ده متاح. انا جربت كلود برو، هو حلو بصراحه في ان بيديني وقت اطول، بس بصراحه جي بي تي احلى بكتير في الصور وفي حتى الردود نفسها بحسه احسن. كلود حلو في التنظيم والحاجات دي، الجداول وكده. هو فعشان كده كنت بفكر ان انا اشترك كمان في جي بي تي يعني. هو هو حرفيا هو كل واحد فيهم بسم الله ما شاء الله يعني. امم. يعني ليه ليه الميزه الحاجة بتاعته. بتاعت ده؟ تمام، جزاك الله كل خير. شكراً جداً. على ما اعتقد هو طلع صوره قريبه من الصوره اللي انت بعتها لي. مظبوط. هو الفكره بقى ان عندي انا مش عايز يعمل كده خالص. ليه راح غير لي في الصوره نفسها؟ يعني بدل ما يحللها لي بيروح مغير لي فيها. لا ما هو انا ممكن نخش مع بعض، او ممكن تبعت لي السكرينه يعني بس نقفل المحاضره يعني. وممكن تبعتها لي على الجروب. يعني انت هتلاقي رقم موجود وممكن نخش مع بعض نبص عليها يعني. تمام ماشي يا هندسه، شكرا. عفوا عفوا جدا لك. طيب انا كنت سعيد جدا بالتواجد معاكم وشاكركم جدا. ويعني وحابب لو في بقى حاجات انتوا عملتوها بالبروميت تعملوا لنا منشن. و... وبإذن الله يعني نتقابل مع تمام. بعض في محاضرات جاية الفترة الجاية بإذن الله. ممكن سؤال أخير لو سمحت؟ اتفضل. الأداة اللينك اللي حضرتك بعته اللي هو مع الخضيري، تمام. ده الويب سايت، ده ويب سايت ولا ده أداة تعليمية؟ لأني أنا رحت صليت ورجعت، فكنت عايز أفهم بس الأداة ديت إيه؟ هي ديت أداة معمولة بحاجة ببرنامج اسمه كورسر. بنستخدمه عشان نجنريت ملفات HTML. فهو رابط جوه ويب سايت.
حتى كمان انتوا ممكن تتواصلوا مع المنظمين اللي موجودين. ممكن ابعت لكم ثواني كده. يعني ده اوريدي مجانا ولا باشتراك ولا؟ لا ده مجاني، مش ده، انا ابعتها لكم كمان اوفلاين يعني، مش ازمه. اه تمام. يعني ده بيساعد بس ان احنا نجهز البرومبت يعني. ده زي ما جمعت الماده العلميه والطريقه اللي احنا استخدمناها. دي بصوا، دي هتبقى عباره عن مجموعه ملفات HTML. لو حد عارف الموضوع بتاع ال HTML، وهبعتها لكم، هبعت لكم الفولدر دوت يعني. كلموهم بس، هم هيبعتوا لكم الفولدر دوت. وانت بس تفتح تضغط على كلمة اندكس عندك على الجهاز ده، هتشتغل حتى كمان اوفلاين. تقدر تضغط عليه وتقدر تستخدم بقى، تشوف المادة العلمية اللي موجودة فيها حاجات، ساعات يعني حاجات زي ما تقولي تدريب بسيط بتاع الكلام دوت. تساعدك بحيث انك انت ايه، تلم بس الايه السبع مبادئ دولت، وانت بتكون الصورة بعد كده. تمام، شكرا جزيلا، شكرا. شكرا لكم جدا. شكرا لكم. مع السلامة.